اليوم ذكرى وفاة المؤرخ المصري الكبير قاسم عبد قاسم، والذي عمل أستاذا للتاريخ بكلية الآداب وجامعات مصرية وكويتية وإسبانية. ألف العديد من الكتب عن تاريخ مصر وسلاطين المماليك وأوروبا، العصور الوسطى والحروب الصليبية والحضارات الهندية والعراقية القديمة. نال قاسم الإجازة الجامعية في الآداب بجامعة القاهرة عام 1967. حصل بعدها على الماجستير في تاريخ العصور الوسطى، ثم دكتوراه الفلسفة في تاريخ العصور الوسطى عام 1975، ليبدأ رحلته الأكاديمية والعلمية ويقدم للمكتبة التاريخية العربية مجموعة من أهم المؤلفات عن التاريخ الفكري والسياسي والاجتماعي لمصر المملوكية والأيوبية والعصور الوسطى في أوروبا وبلاد الشام. حصل قاسم على جائزة الدولة في التفوق في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 2000، وعلى جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2008، وعلى جائزة الدولة التشجيعية عام 1883، وعلى شهادة تقدير للتميز في الإنتاج الأدبي من جمعية الآداب من مصر عام 1985، وعلى وسام العلوم والفنون عام 1993. توفي المؤرخ الكبير في 26 سبتمبر عام 2021 عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا المكتبة العربية الكثير من المؤلفات.